السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال، تكون اموركم ان شاء الله كلها هي في صحه وسعاده. اليوم فيديو جديد جيت ان شاء الله نشارك معكم ونتقاسم معكم واحد المناسبه ديال الوالد والوالده جاو من العمره. الله يتقبل منهم يا ربي ويحفظهم ليا من كل شر يا ربي، والله يخلي لكم والديكم. ايوا داروا واحد الصدقه او وليمه، وعرضنا على الناس اللي جاو عندهم، اللي جاو كبروا بهم وباركوا ليهم، الله يكبر بكل واحد جا عندهم. ايوا وهذا الفيديو اللي غنشارك معكم ديال الدجاج اللي درنا، اللي ايوا صايبته انا زعما هكا وقلت نشاركه معكم. نتمنى هذا الفيديو انه يعجبكم، ونتمنى انكم تبقاو معايا حتى الاخر. ايوا المهم هنايا جبت هنايا واحد البانيو كبير كندير فيه التوابل ديالي. المهم غنشارك معكم حنايا الدجاج اللي كنديروه ديال الجهه ديال مراكش والسوس وهذوك النواحي كاملين، يعني ماشي داك الدجاج ديال التغميره اللي نتوما تتعرفوا، هذا يعني بالطريقه ديالنا حنايا، يعني بسيط وكيجي زوين. ايوا ونبداو على بركه الله. كيف قلت لكم عندي هنايا بديت بسكنجبير، كندير هنايا سكنجبير ودرت الخرقوم، وهنايا كندير هذاك الملون اصطناعي اللي هو الا كانت شي مناسبه راه ضروري خاصنا نديروه، كيبقى كي كنقولوا شر لابد منه يعني ضروري خاصنا نديروه. المهم هنايا درت سكنجبير، هنايا انا تصايبت تبارك الله 40 دجاجه، ندير 40 كندير معلقه صغيره لكل دجاجه، يعني هذا القدر اللي درت هنايا ديال سكنجبير تقريبا كل دجاجه كندير لها معلقه صغيره هكا، معلقه ديال القهوه هي. والخرقوم كندير معلقه صغيره من سكنجبير ومن الخرقوم. عندي هنايا البصل كندير نص معلقه صغيره لكل دجاجه. انا كنحاول نعطيكم العبار بحال هكا تزعموا هكا، لا كانت شي وحده بغات طيب هكا راسها يعني الطيب راه ما عندكم مناش تخافوا، واخا تكون كميه كثيره راه يعني راه كيبقى ساهل وبسيط. كندير تماك درت معلقه ديال الهريسه تقدروا تستغناو عليها. هنايا كندير الحامض خضر مطحون، كندير الثومه حتى هي مطحونه، كندير بسيبيسه وقعقله، كنكثر بسيبيسه على قعقله لان قعقله بحال اللي كتمرر واحد شويه. صافي هنايا كندير المعدنوس والقزبور. المعدنوس هو اللي كنديرو كتير، يعني كيف قلت لكم هاد الدجاج بالطريقه ديالي انا، يعني بالطريقه ديالي باش حتى واحد ما يقول لي شي حاجه، يعني ماشي هذاك الدجاج اللي كتعرفوا اللي تنديروه بالضغميره هذاك بوحديته، وهذا كيف قلت لكم بوحديته. صافي هنايا كنشد هذاك القزبور ومعدنوس، القزبور كيكون قليل يعني المعدنوس كيكون غالب، كنطحنو صافي هكا كندير واحد الصبايه وكنصفيه. وكيف قلت لكم الثومه كنطحنها، والحامض يكون زايد تقريبا. هنا درت شي كيلو هكا تقريبا، ما عقلتش بالضبط ولكن غيكون واحد الكيلو هكا ديال الحامض. كنحيد ليه هذيك القشره البيضه اللي كتكون اللي كتمرر، كنقشرو هكا ونحيد ليه داك العلف اللي كيكون الوسط لانه حتى هو كيمرر. ايوا صافي من بعد كنخلط هذيك الشرموله ديالي. تبارك الله كتجي رائعه، شوفوا تبارك الله كي دايره واحد الريحه كتعطي منها خطيره. ايوا صافي هنايا الدجاج ديالنا من بعد ما تغسل تغسل ودار باش تحط هكا في الشبكه وفي المهم في الطبله وداك العيبات هكا باش يلاه يتسقطر مزيان لانه باش يشرب لينا هذيك الشرموله ديالنا. ايوا صافي هكا منين تسقطر هنايا كنزيد لان نسيت ديك الطاماط ديال الزعفران فهما ضروري حتى هما، من بعد كنضيفهم فديك الشرموله ديالي. ايوا صافي من بعد كنجيب هذاك الدجاج ايوا وكنبدا نشرمل فيه. شرملته انايا بالليل يعني ماشي مشكل، يعني بغيتو تشرملوه ديك الساعه واحد الساعتين هكا وطيبوا راه مزيان، بغيتو ديروه بالليل راه حتى هو راه كيبقى مزيان. صافي هنايا من بعد ما كندير هذيك الشرموله ديالي كنجيب الدجاج ديالي من بعد ما كيكون تغسل مزيان بالملحه وترقد في العيبات ديالو اللي نتوما عارفين المغاربه كاملين المغربيات عارفين كيفاش كيغسلوا الدجاج، يعني بلا ما ندخل معكم في هذوك التفاصيل ديال الحامض وسكنجبير وداك الشيء والملحه وكذا. المهم هنايا انا راه ما درتش الملحه لان الدجاج مغسول بالملحه وانا عارفه بانه راه غادي يجي مالح، يعني راه ما درتش الملحه نهائيا كيف شفتوا في الشرموله ديال الدجاج اللي درت راها بسيطه، ما درتش فيها داكشي اللي يعني داكشي المعتاد اللي موالفين كنديروا، فراه هذه راه كيف قلت لكم شرموله هكا بسيطه. صافي من بعد كنبقى نشد هذاك الدجاج ديالي ما راكم شفتوا ديك الجلده ديالو كلها مشات، يعني راه الوالد مسكين هو اللي تقدى هذا الدجاج، يعني ما انسيستاش على مول الدجاج باش زعما يقول لي خلي لي الدجاج يكون نقي ويكون بالجلده ديالو،
ايوا المهم قدينا ماشي مشكل. المهم السيدات حتى هما اللي غسلوه. الجارات ديال الوالده من هذا الفيديو كنوجه لهم واحد التحيه، لانه حنايا باقيين عندنا زعما هكا الجيران كيدخلوا كيتعاونوا بحال كانت هكا شي مناسبه فكيوقفوا مع بعضياتهم، فكنوجه لهم واحد التحيه كبيره وكنقول لهم شكرا بزاف، لانهم هما اللي جاوا وعاونوا الوالده فاش غسلات الدجاج وعاونونا في كل شيء، فكنقول لهم شكرا بزاف. وغسلوا معها الدجاج كيف قلت لكم ورقدوا، يعني كيديروا جميع. ونهار اللي كتكون عاوتاني ديك المناسبه، النهار اللي كيكون هكا ثاني كيجيو ويوقفوا مع يعني كيوقفوا مع بعضياتهم. راه الوالده كتمشي ملي كتكون هكا شي مناسبه عند شي جاره ولا هذه، راه كتمشي كتوقف معاها حتى كتسالي داكشي. يعني هما هكا تنتمنى انهم يبقاو بحال هكا، يعني ما يتبدلوش واخا الوقت تبدلات. كنتمنى انهم هما ما يتبدلوش يعني، وتبقى يعني يبقاو العادات ديالنا هكا، لانها فعلا عادات زوينه. المهم سمحوا لي هادشي اللي قلت لكم بين قوسين، واخا راني مشيت ولكن تحمست شويه. ايوا وصافي هنايا غنرجع معكم للفيديو. صافي هنايا كنبقى داك الدجاج ديالي حتى كنساليه كامل وكنشرملو كامل وكنهرس ليه هذاك الظهير ديالو. كيف قلت لكم الجلده راها مشات. المهم انا راه حاولت معها ما امكن باش زعما تبقى شويه. المهم راه شويه وكوميم يعني ما عندي ما ندير كيف قلت لكم. ايوا صافي غنبقى معكم هكا حتى تنبقى هكا حتى كنسالي داك الدجاج ديالي كاملو حتى كنشرملو كاملو. ايوا نتلاقى معكم بعد ما نسالي الشرموله ديالي. صافي هنايا من بعد ما ساليت الشرموله كنشد هنايا، راه ما تصورش ليا شي لقطات، انا غادي غير نشاركهم معكم. هنايا فاش كنشد هذيك المرميطه ولا الطنجره كندير فيها الدجاج، كنستف فيها الدجاج ديالي هو الاول، كنديرو على الظهر ديال على الظهر على الصدر عفوا على الصدر، ومن بعد كنطيب الماء وكنخوي الماء طايب باش هكا تبقى محافظه ليا على ديك الجلده باش هكا ما طيرش. صافي من بعد كنضيف عفوا الزيت البلديه وكندير السمن وكندير بصله تقريبا ما نعرفش بالضبط شحال درت ديال البصله، ولكن واحد الكميه يعني لا باس بها ديال البصله. صافي وكنخليه يطيب على خاطرو، غير ما كنغطيوش باش هكا ما يرجعش داك البخار اولا ديك السخونيه باش ما ترجعش لينا هكا على الدجاج، لان هذه طريقه مزيانه باش الدجاج ما يتفسخش لينا اولا تحيد ليه هذيك الجلده. صافي هنايا كنبقى مره كنبقى كنتكو هكا وكان باش كتدخل ليه داك باش كيدخل ليه الطياب، ومني كتكي هكا كيخرج لك الماء اولا داك الدم كنعرفوا بانه راه يعني بحال اللي كنقيسوا ليه داك النبض ديال واش طاب واش قرب واش هادي، بهذيك ملي كنتكو كنعرفوا. صافي هنايا الدجاج هو قرب باش يطيب باش كنعرفوا راه طاب. انا الطريقه باش كنعرفوا هي بديك العنيقات ديالو ملي كيهزهم الفوق، ملي كتكون هذيك العنيق صافي طاب هزوا داك الفروج اولا الدجاجه هزات داك العنيق ديالها صافي كنعرفها راه طاب. صافي هنايا من بعد كنبقى الدجاج كيطيب وانايا كنهز كنحط فواحد طبله هكا. المهم راه نتوما كتشوفوني انا شاركت معكم التفاصيل كامله، راه حاولت انا ما درتش كاع يعني ما درتش لا مونتاج لا والو كثير، لان باش شاركت معكم كلشي وخليت كلشي كيف ما هو. صافي هنايا الدجاج ديالي اللي طاب كنحيدو كنعاود نحط ثاني الاخر في نفس الطنجره تساليته كامل. من بعد كنشد هذيك الضغميره اولا هذاك الشيء اللي كيبقى ليا ديال ملي كنحيد الدجاج كله كنشد هذيك لاصوص كنصفيها من ديك البصله كندير واحد الصفايه صافي وكنديرها في واحد درتها في واحد البرمه، ومن بعد كندير دوك القنيصات والكبيده ودوك العنيقات وداك الشيء وكنخليها كتغمر.
ايوا يا لالياتي، هنايا واحد الكوكوط عند الوالده، عندها واحد الكوكوط ما عرفت علاش كتعقل، ولكن راها فريده من نوعها. دوك الكوكوطات الاولين الاصليين ثقيله، مخليها غير التحمر ديال الدجاج، كيجي فيها الدجاج خطير ماشي خفيفه، ثقيله وكتجي يعني كتجي رائعه، كتحمر الدجاج بطريقه ممتازه. هي هذه كنشرفكم بها. صافي هنايا بديت كنقلي الدجاج، كندير الزيت، راه كلشي عارف يقلي الدجاج. المهم انا قلت لكم راهي شاركت معكم هذه المناسبه. ايوا هنايا كنقلي في الدجاج حبه حبه حتى كنسالي داك الدجاج ديالي كاملو. هانتوما كيف كتشوفوا الدجاج راه كيجي محمر، راه كون بقات لي هذيك الجلده ديالو غيجي خطير. هانتوما راه ما درت لي انا لا مطارد لا هريسه لا خمارات لا داكشي كامل، درت لكم الدجاج بطريقه بسيطه وراه جا غزال. يعني ماشي بغيت نشكروا لكم، ولكن الناس اللي كلاو كلشي كيقول كلشي، يعني كلشي شكروا، كلشي قال راه زوين الحمد لله. الناس اللي جاو كيف قلت لكم الله يجيهم الخير وشكرا لهم بزاف، وبصحتهم وراحتهم، ونوكلوا لهم ان شاء الله بالصحه وبسلامه ان شاء الله. ايوا وشكرا لكم ونهاركم مبروك. ونتمنى هذا الفيديو انه يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انني ما نكونش طولت عليكم. ايوا نتمنى انكم ديروا شويه ديال البارطاج هكا مع العائله ومع الاصدقاء. ونهاركم مبروك وشكرا لكم.